عارف مش عارف انا كل ما امام يعمل حاجه ولا ينفخ بالونه ولا يروح يحتفل بطريقه معينه اروح اقول له ركز في الملعب. انا مالي انا ما يركز في الملعب ولا يركز في المذاكره ولا يركز في الطبيخ. انا مالي، ما تركزش يا امام، ما تركزش. ما دام التركيز يا ابني بيجيب نكد كده ما تركزش. احنا مالنا يا عم دونجا؟ قلت له ركز اهو، ركز طبق سندوتشات كوبايه شاي بلبن بالليل وهو قاعد وركز. اديك شايف، اديك ده هاتريك. انا مش فاكر اخر مره امام جاب معانا هاتريك امتى، يعني اخر مره امام جاب هاتريك معانا ما جابهوش اصلا، مش فاهم. هو جاب هتارك جمع هاتريك جاب هتارك كتير في الحجوزه زمان وهو صغير، وهو في المحل في السنبلاوين جاب هتارك كتير. دي اخر حاجه انا فاكرها. الاهلي يعود من بعيد امام استاد ابيجان بعد مباراه كانت تقام على استاد الميلتا باور في المحله. ده اللي انا اقدر اقوله، لان ما تقنعنيش ان الماتش ده كان في ابيجان. جماهير الاهلي ده الماتش خلص. تعالى يا اهلي، يجي فين؟ تعالى يا اهلي ايه وانتوا مين؟ وايه الصوت ده؟ وفين جماهير استاد ابيجان اصلا؟ فين الجماهير الايفواريه؟ مفيش جماهير ايفواريه في الملعب، كلها جماهير الاهلي. وتعالى يا اهلي وبتاع ودول الحمد لله رجاله خلاص. انا بس اشاور ونيجي تاني. ايه ده؟ ما تفهمش. اقعد بقى انت حط تفسيرات من هنا للسنه الجايه، مش هتفهم حاجه. الاهلي يعود من بعيد ويفوز بثلاثيه مقابل هدف بعدما تقدم استاد ابيجان بهدف في الدقيقه 26 تقريبا. هم ليهم فرصتين طول الماتش او 3 فرص بالكتير، دي كانت واحده منهم بعد خطا دفاعي فادح من ياسر ابراهيم. ويمكن الكره صعبه على الشناوي شويه، هو ما مدش ايده للاخر اي نعم، بس هي صعبه يعني. حتى لو كان مد ايده كانت هتخش جون، بس هي صعبه مش خطا خالص، هي خطا ياسر ابراهيم. كولر النهارده لقى نفسه بين الشوطين في وضع صعب جدا. قال لك اي تعثر جاي يعني احتمال ما العبش مع الناس دي كاس العالم للانديه. يعني لا هو بقى يعني وراهم العين الحمراء بين الشوطين. يا ابو الصحاب عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. في بدايه الفيديو بتاعنا كده هنطرح سؤال: هل الاهلي مش في افضل حالاته؟ طبعا مش في افضل حالاته. المدرب في افضل حالاته؟ لا مش في افضل حالاته. الاداره في افضل؟ لا. طب ازاي بتصدر الدوري وبتصدر افريقيا؟ السؤال هنا بقى يجي بقى لكل الناس هنا ايه ترد عليها في الكومنتات. ايه رايكم؟ ده قبل ما نخش ميمو ده طلع الجمال من زغنه قوي. ده بقول لك بيبكي في التتش يا بيبكي دم عايز يرجع نادي الزمالك. لا ناخدها خطوه خطوه بس عشان انا هتشل، والفيديو ده بجد نتفاعل معاه عشان يوصل في كل حته. ليه؟ علشان حته تعليق الشماعه. مثلا النهارده النادي الاهلي معهوش هفاض، ده هو حسين الشحات وبيوظف امام عاشور معهوش فرقه. حرفيا الفرقه فضيت والاداره مش موجوده الفتره الاخيره ومش مركزه. اللي هتستمر في يناير ولسه هتجيب صفقات، والمدير الفني مش في افضل حالاته. قال لك كفايه عليا دوري، اركز في الدوري بس ونسيب افريقيا. لا اول دوري واول. قال لك نركز ماشي في افريقيا ما بيرضاش بالقليل. ليه؟ بسبب جمهوره اللي جازز. اما انا اللي بقيت ارضى بالبواقي وقلت لك بلاش تعليق شماعات. لما بتكلم في النقطه ديت والله بتهاجم. ليه؟ مش عارف. انا اللي بقيت ارضى بالقليل، معيش فرقه. طيب ما ايه يعني؟ مش في 11 لاعب في الملعب ما ينافسوا في الدوري ينافسوا افريقيا؟ يا عم معناش دوري، معناش لعيبه، معناش مدرب، وفي الاخر كونفدراليه ونسيب الدوري. طب ليه يعني؟ ما كونفدراليه ودوري ولا خلاص بقيت مهمش قوي برضه بالقليل. وعلشان كده الاهلي في اسوأ حالاته بيقول لك انا ما برضاش الا بالكل. ايوه، ودي المفروض تبقى واصله للرساله للجميع. فرقه فاضيه مش فرقه فاضيه، معايا لاعب على ارضيه الملعب بفرقه. وهنا بعت رساله على ارضيه الملعب. ميمو تعالى يا جمال دون تعال. هاتريك ايه؟ ولا دونجا واخد بالك؟ ده بيجيب هاتريك. اوعى تتجن كده في راسك وتطلع هناك على التتش وتجيب بلاليل وتفرقعها. لا بقى دونجا رد في الملعب. تعالى بقى بالصحاب احكي لك اللي حصل في مباراه الاهلي واستاد ابيجان اللي هي انتهت 3-1 وفيها احداث كتيره هنتكلم فيها. بس كالعاده بالصحاب انا مستمر بدعمك. الفيديو ده لا يتخطى ال 10000 لايك. ليه؟ هقول لك ليه 10000 وعايز الفيديو يوصل في كل حته. علشان فيها رسائل كتير لازم نتكلم. اولهم مثلا امام عاشور. ايه يا ميمو؟ ايه الاحتفال ده؟ اللي الناس اللي مش عارفه الاحتفال ده بتاع زيزو بتاع زمان. ايه حركه الايد دي؟ كنا بنقول البالونه البيضاء هي نادي الزمالك وداس عليها. ده اتاري هو قصده على زيزو. ما هي ده التفسير الثاني.
ما هو مين اللي كان بيحتفل الاحتفال ده؟ ما هو منطقي برضه. بيقول يعني هو ده الجنيه و 100 مليون اللي انتوا بتتخانقوا عليه ده؟ انا ما بكملش 20 مليون وبجيب بطولات وبجيب اهداف. فممكن تبقى يعني وجهه نظر، ما هو بيحتفل نفس الاحتفال. ممكن بيكون قصده على زيزو، الدنيا قايمه على زيزو يجدد و 100 مليون. 100 مليون ايه وما بيعملش حاجه للفرقه؟ فهو انا موجود اهو بجيب بطولات وبكسب الفرقه. وحرفيا امام عاشور النهارده على ارضيه الملعب عمل كل حاجه في الكوره. فين الناس اللي كانت بتقول قلت لك بلاش تقلل من موهبه؟ قلت لك لو امام بس يركز 50% بس في الملعب، يعني ما شغلش دماغه باي حاجه، ما فيش زيه في القاره. قلت لك كده ولا لا؟ امام عاشور، امام يا عاشور، انت بتعمل ايه يا بابا النهارده؟ جايب ايه يا بابا؟ انت جايب هاتريك النهارده معاهم 3 اهداف. ده انت ما عملتهاش معانا يالا، ده انت ما عملتهاش معانا يالا. جاي تقلب النهارده سوبر ماريو، قلب معاهم سوبر ماريو النهارده طول الماتش. لو في صفقه قرن يا جماعه حصلت هو امام عاشور. لو في صفقه قرن حصلت ما بين الناديين عبر التاريخ او في القرن الجديد هو امام عاشور. هتقول لي حسام، هتقول لي ابراهيم، هتقول لي معتز اينو، هتقول لي محمد صديق، هتقول لي طارق السعيد، هتقول لي صبري رحيل، قسما بالله كلهم كفه وامام عاشور في كفه. عايز تعرف قيمه امام عاشور كويس؟ شوفوا اخر 6 ماتشات. عايز تعرف كولر ليه باقي لحد دلوقتي؟ ارجع لامام عاشور. بيمروا باسوأ احوالهم الفنيه. مين اللي شايلهم النهارده؟ امام عاشور. بيلعب في مركز مش مركزه، بيلعب وينج، هو اساسا نص ملعب. جايب النهارده جول، لا جاب 2، لا جاب هاتريك. جايب هاتريك، حرفيا جايب هاتريك. في اخر 6 ماتشات مساهم ب7 اهداف، جايب 5 اهداف و2 اسيست. ده معدي وسام ابو علي. وسام ابو علي اللي بيساهم اكتر من 100 مليون في السنه. امام عاشور عداه في المساهمات. امام عاشور هو اكتر لاعب في دوري ابطال افريقيا لحد دلوقتي مساهمه بالاهداف ب5 اهداف. امام عاشور اخر 6 ماتشات 7 مساهمات مع النادي الاهلي. اكتر واحد ساهم مع النادي الاهلي الموسم ده امام عاشور. انت متخيل ان امام عاشور وصل للمساهمه ال 30 في 63 ماتش؟ يعني امام عاشور لاعب معاهم اقل مننا ب 40 ماتش. لعب مع النادي الاهلي اقل مننا 40 ماتش. انت متخيل الاحصائيه؟ امام عاشور خلال اقل من 40 ماتش عدى الاحصائيه اللي كانت معانا. امام عاشور النهارده مع الاهلي وصل ل 30 مساهمه، معانا كان 27 مساهمه ولا 26 مساهمه. الراجل مقفل الليله ومقفل اللعبه. تبص على جوانه النهارده، مين اللي بلونا؟ مين اللي بلونا؟ لما ده بلونا ده النهارده جايب هاتريك بجوان مختلفه. بيقطع قطري ماشي، بيقطع عرضي ماشي، بيقطع طولي ماشي، بيلعب هيد ماشي، بيشوط من بره ال 18 ماشي، بيجيب انفرادات ماشي، بيعمل اسيستات ماشي، بيعمل كل حاجه. امام عاشور النهارده قفل اللعبه وقفل الليله مع الاهلي. قعدتوا تستفزوا في امام عاشور وتسخنوا فيه. عملتوا فرح للولد عشان نفخ بالونه واحده يتيمه، او نفخ لكم بلالين الدنيا. نفخنا كلنا النهارده امام عاشور. جاب هاتريك عشان يطلع ابو الكباتن، عم ابو الكباتن كابتن رضا عبد العال اللي يقول لك اصل امام عاشور مفلس فنيا، فعمل حركه نفخ البالونه علشان يعوض افلاسه الفني. او النهارده بيجيب هاتريك، ومش مباراه في الدوري، ده مباراه في دوري ابطال افريقيا وفي كوت ديفوار على ارضهم. بيجيب هاتريك بال3. الاهلي بيكسب استاد ابيجان بال3. هاتريك للي عملنا له حكايه عشان نفخ بالونه فحطها في دماغه، سخنت في دماغه. انا بنفخهم النهارده، اجيب لهم بلالين الدنيا كلها علشان تكفيهم. يا سلام يا سلام على الجمال. هو طب مفيش اكتر من كده رد جوه الملعب، مفيش رد من كده. وكان في بقى ناس بقى قاعدين بيتفرجوا على المباراه في بدايه الشوط الاول كده، كان الاهلي عادي يقول لك هو ده امام عاشور اللي نفخ البالونه. هيعمل النهارده هو فلح بس في المباريات المحليه يجيب له هدف كده. النهارده قام رزعهم ال3 عشان يقول لهم اهو بال3 ده ريعتولي على بالونه اهو بال3 النهارده جايبها لكم، وادي الفنيات بتاعتي وكله على عينك يا تاجر. وفي ايه يا امام عاشور؟ هو فيها امام عاشور؟ هو انت مش نفخت البالونه وحطيتها تحت رجلك واكدوا لي ان انت مركز مع السوشيال ميديا؟ هو انت يا امام عاشور مش انت مستواك اللي في الاهلي دلوقتي ما يجيبش ربع مستواك اللي كان في الزمالك؟ مش انت دلوقتي مش مركز وفي الملعب وضايع، ومش انت خسيت ولياقتك البدنيه راحت عليك؟ امال ايه اللي بيحصل النهارده؟ امال النهارده ازاي امام عاشور بيجيب هاتريك؟ ومارسيل كولر قاعد بيشد في شعره، وجماهير النادي الاهلي عماله تشد في شعرها، خلاص فقدت الامل ان النادي الاهلي يرجع.
ولكن هو ده النادي الاهلي. يا لهوي على امه، بتاع من صغري يا جدعان. امام عاشور بتاع من صغري. انفخ البلالين يا نجاتي، يا نجاتي انفخ البلالين يا نفيخة يا بالونة يا دونجة، يا دونجة انفخ البلالين يا دونجة، اتعلم نفخ البلالين يا دونجة. بلالين بلالين. كابتن خالد يطلع لك انفخ البلالين يا نجاتي. ما عندناش حد يا كابتن خالد بيعرف ينفخ البلالين، اسمع مني. هو ده بقى اسمه نفخ البلالين، ده اسمه نفخ البلالين حرفيا. شايف بالونة زيزو؟ ايه الدنيا؟ اتعلم بقى من عمك، اتعلم بقى من امه بتاع من صغري، اتعلم من عمك يا زيزو. هو ده اللاعب الصح. اللعب كله في الكومنتات بلالين كده يا زيزو.